السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. وبعد غياب طويل، شحال هادي ما بقيت حطيت لكم صراحه دي فيديو. يعني كانت شويه الخدمه، راكم كتعرفوا دابا ملي كيكون هكا العطله الصيفيه، كيكونوا لي كوموند، كنت كنشد الصراحه بزاف ديال لي كوموند، وما كنتش صراحه كنقدر انني نشاركهم معكم. راكم كتعرفوا ملي كتكون الطلبيات وكتكوني مزروبه فما يصلحش ليك انك تصوري. فاليوم ان شاء الله قررت انني ما بين الطلبيات اللي تيجيوني بزاف بزاف اولا لي كوموند اللي تيجيوني هما هاد الملوين اللي تيكونوا عامرين، وخصوصا اللي تيكونوا بالزيتون، كتجي شي حاجه زوينه ورائعه. فهنا غادي نقترح عليكم جوج ديال الحشوات اللي كيجيو زوينين في هاد الملوي هذا، واللي الصراحه دائما تيجي عليهم الطلب بزاف بزاف، وتيجيو مرقين، ما تيجيوش مزيتين نهائيا. وهذا الشيء دائما بشهاده الكليان اللي تيديوها عليا. فان شاء الله غادي نحاول هكا نبقى نصور دي فيديو ونشاركهم معكم، ونقول لكم حتى ثمن البيع باش غادي تبقاو تبيعوا. فخليوكم معايا، نبداو على بركه الله. هنا بالنسبه للدقيق، انا غادي نعجن غير بيدي. هاد العجينه ما غاديش تحتاج تدليك نهائيا. وصراحه كتجي احسن بكثير من العجينه اللي كنكونوا دلكناها. بالنسبه للكميه، عندي هنا 4 زلايف ديال الدقيق الابيض، وعندي زلافه ديال الدقيق الناعم اي الفينو، عندي معلقه العسل، وعندي الملح. يمكن لكم ديك العسل تعوضوه بمعلقه ديال السكر. غادي نحاول نخلط هاد المكونات ونعجن بالماء عادي ديال الروبيني. كي قلت لكم هاد العجينه راه ما غادي ندلكوها ما حتى شي حاجه، ولكن النتيجه راه صراحه زوينه بزاف. بعض المرات واخا عندي العجانه، بعض المرات كتجيني هكا نخلط غير بيديا كيكون احسن. وغادي تشوفوا معايا راه ما غاديش ناخذ فيها واحد المجهود ولا. راه بعض المرات كتكون عندي كميه كثيره، كناخذ واحد الاناء هكا ولا واحد البانيو اللي تيكون كبير فيه كنخدم، لان ما يمكنش غادي تكون عندك هكا شويه كميه كثيره، لان حتى العجانه انا عندي غير عجانه عاديه، ماشي بحال ديال المخبازات يعني تيكون عندهم كبيره غادي تسلكم كميه كثيره. راه كنعجن غير بيدي، غير كنخلطها وكنخليها ترتاح، وكنولي عاوتاني مره اخرى كنولي نجمعها بيدي، كنلقاها يعني تجمعت راسها وكنخليها ترتاح. كتجي كيقلت لكم كتجي العجينه زوينه احسن من من العجانه. ها نتوما كتشوفوا يعني حتى الشكل ديالها، ها نتوما يعني راه مازال ما مدلوكاش. غادي ناخذ غير واحد البلاستيك غذائي، ولا غادي نديروها في شي بواطه دهنت هكا بشويه ديال الزيت، وغادي ندير هاد العجينه وغادي نخليها. هي كل ما خليتو العجينه المسمن ترتاح، كل ما كتجيكم النتيجه افضل واحسن. هنا غادي ندوز باش غادي نحضر الحشوه. هنا غادي نحضر الحشوه ديال اللي غادي نديرو في المسمن ديال الشحمه. عندي هنا واحد جوج بصيلات مع الفلفله حمراء وفلفله خضراء. هي الحمراء كتعطي الصراحه مذاق زوين. نتوما خلطوا اللي عندكم كديروا بطبيعه الحال على حسب الكميه اللي عندي. غادي نشحر هادو مزيان، غادي نشحرهم. من بعد غادي نضيف الشحمه كي كتشوفوا انا ما درتش كميه كثيره بطبيعه الحال على حسب الطلب، لان السيده اللي بغاتهم ما بغاتش يكونوا فيهم ديك الشحمه تكون كثيره، غير شويه من السمين. عندي بالنسبه للتوابل عندي سكينجبير، عندي التحميره، عندي الخرقوم، الملح. وبالنسبه كاضافه باش يعطيونا واحد المذاق اللي هو زوين، عندي الخضر المجففه كتعطي الصراحه واحد المذاق زوين زوين بزاف لهاد الحشوه. غادي نخليها تبرد، وهنا بعد ما
قطعت العجين. انا درت في كل كره درت فيها 130 غرام 132 غرام، دائما ديك 2 غرام ولا 3 كتزيد. صافي خليته هنا، غطيت عليه، كورتهم مزيان. وهنا غادي ناخذ السر باش كيجيكم الملوي ديالكم رطب، هو الخميره. كتاخذوا شويه ديال الخميره حبيبات ولا اللي عندكم، كتذوبوها في شويه الماء، وقبل ما كتبداو تجيو تطلقوا كتاخذوا ديك الخميره وكدهنوا الوجه ديال كل كره. هذا سر ما بين الاسرار اللي باش كيجيكم سوا الملوي سوا المسمن كيبقى لكم رطب. يعني واخا تحتفظوا به في الثلاجه ولا المجمد، ملي كتجبدوه تسخنوه كيبقى لكم رطب. صافي قلت لكم بعد ما قطعت كل كره كتوزن 130 غرام، راه كاين اللي كيدير غير 120 غرام. غادي نعطيكم حتى ثمن البيع. كناخذ الزبده، كندهن بشويه الزبده، زبده ديال التوريق، كنرش بشويه ديال الفينو. بغيتو تزيدوا معاه واحد شويه ديال الخماره كيميائيه مع ديك الفينو كتزيدوه. صافي كنلوي بهذه الطريقه، او كنجمع هاد الجنيبات، كنحاول نجمعهم مزيان. صافي وغادي نحطهم على جنب. هذا بالنسبه للملوي العادي. انا غادي ندير معاكم جوج حشوات، يعني ملوي اللي كيكون عادي وملوي بالشحمه، والملوي اللي كيكون بالزيتون والزعتر، واللي صراحه كيكون عليه الطلب بزاف بزاف. يعني دائما الكليان تيطلبوه صراحه وتيجي زوين، وحتى انا صراحه ولدي في الدار كيعجبو. كنرش غير واحد الرشه خفيفه وكنطوي بهذا الشكل. وغادي ندير هذا اللي كيكون بالزيتون وكنطوي بهذه الطريقه باش هكا ما كيخرجش ليا ديك هنا خديت غير الزيتون بالعظم، كنطحنو وكنزيد عليه الزعتر وكنلوي بهذا الشكل هذا. بغيت هكا نكون نوريكم حبه من كل شكل باش هكا الفيديو صراحه ما يجيش طويل بزاف. وهنا الملوي اللي كيكون بالشحمه، بالنسبه لديك الزيت هي اللي كتعطينا ديك اللون اللي كيكون هكا حمار في الملوي ديال المسمن. كناخذ الزيت كنضيف عليها، او كناخذ البابريكا التحميره وكنضيف عليها الزيت وكنخليها ترقد في ديك الزيت حتى كيطلق هذا اللون. راه هاد الطريقه كنخدمها انا حتى في البريوات وبسيطلات اللي مالحين، راه هما اللي كيعطيو ديك اللون كيجي هكا زوين مذهب. كنطوي بنفس الطريقه بهذا الشكل، يعني طريقه كنظن انها واضحه. المهم قلت صراحه مره كنحاول نشارك معكم دي فيديو، واخا ما كيكون صراحه الوقت بزاف وكيكون الانسان عيان وصافي ما كيبقاش عندك ديك الجهد انك حتى التصوير راه كيدي وقت كتير بزاف، خصوصا ملي تيكون عندك لي كوموند تيدي لك الوقت بزاف. كنلميو بهذه الطريقه وكنحاول ما نزيرش يديني، كنرخف وكنجمع هاد الاطراف. صافي حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. شوفوا حتى الملوي كيفاش داير، يعني راه كي قلت لكم ما دلكتو ما والو، والعجينه كتجي غزاله زوينه وتيجي مورق. كنرش غير واحد الرشه خفيفه ديال الزيت، ديك الزيت اللي كتكون فيه التحميره، وكنضيف هنا الحشوه ديال اللي حضرت معكم ديال البصله والفلافل ومعاهم الشحمه. وكنلوي بهذه الطريقه وكنجمع دوك الطريفات من الجناب. كنحاول كي قلت لكم ما نزيرش يديا حتى غادي نكمل وغادي نخليه يرتاح. انا صراحه بما كنجي نكمل كنلقى دوك اللواله طلقوا. صافي وهنا بعد ما كملتهم كما كتشوفوا غادي ندوز للطياب. انا غادي نطيبهم في هذه البلانشه، راه عندي حتى مقله كبيره هكا يعني كتهز ليا بزاف. ولكن حتى ديال الطو هذه صراحه كتجي عمليه كتجي زوينه، وحتى المسمن صراحه كيطلع فيها ولا الملوي كيطلع زوين. كنحاول هكا نقرصهم، ما كنقرصهمش بزاف، ما كنعطيهمش تقرص حتى
كنحاول نقرص الوسط ونخلي الجناب هكا شويه يكونوا ماشي رقيق ماشي غليظ. النار الا طيبتهم مع المقله ثقيله، النار تكون يعني مجهده والمقله تكون سخونه، غير كنحطهم كنولي نقلبهم مباشره. هذا سر من الاسرار باش هكا الملوي اولا المسمن ينجح معكم ويجي مورق. كنبقى نقلب، يعني ضروري تقلب، ما كتحيدوش يديكم من التقلاب، مره كنولي نقلب. يعني هذا هو الطياب ديال الملوي ولا المسمن، حتى كتحصلوا على ديك اللون هكا اللي كيجي محمر وكيجي زوين. هنا طيبت الملوي العادي باش هكا نخلي داك الملوي ديال الشحمه، حيت كيطلق الزيت وديك اللون احمر هكا باش ما يطلقش ليا في الملوي العادي. من بعد طيبت ديال الزيتون بنفس الطريقه، كنحاول نقرص الوسط وكنخلي هكا الجناب يكونوا طالعين، وكنبقى كنقلب فيه حتى كنتحصل على اللون اللي كيجي محمر. كنستسمح الكاميرا شويه كتهز ليا، مع كنخدم على طبله طويله ما لقيتش كيفاش نحط الكاميرا. داكشي علاش قلت لكم راه هاد الصور خدمت بزاف ديال لي كوموند، منهم هكا الملوي معمر، بساطه، البسيطلات الصغار، كانوا عندي مملحات، ولكن صراحه كنت درك وما كنتش كنقدر كيفاش انني نصور. وحتى هكا ملي كتحطي واحد الفيديو ما تيطلع لكش في المشاهده، فكان عندي واحد النوع ديال الاحباط صراحه. صافي ما بقيتش بغيت نصور، وعندي لي فيديو مصورين، ولكن ما كيبقى لكش ديك الجهد انك خصوصا ملي ما كتكونش المشاهده طالعه والفيديو ما تيجيب لك والو، فما صراحه ما كيلاش انك تعبي راسك. هو التعب ديال الخدمه وكزيدي التعب ديال التصوير، فكيكون صراحه بزاف. هنا كي قلت لكم غير سمحوا لي، لان كنت مزروبه بزاف باش نخرج الطلبيه في الوقت، والكاميرا كانت معذباني. كنستسمح. صافي هنا بعد ما كملتهم، وهذا هو الملوي ديالنا بعد ما كملته بالطياب. كنخليه حتى كيبرد واحد شويه، وكنبدا كنفضو هكا من الجناب باش كيتحل. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي مرق. ودائما كي قلت لكم كيكون عليه الطلب كتير بزاف، راه اللي خداه كيولي يعاود عاوتاني يكومونديه. بالنسبه لثمن البيع البنات اللي هو 4 دراهم، دائما الثمن نتوما اللي كتحكموا فيه. راه الا كانت الكميه كثيره، راه بطبيعه الحال نتوما كتشوفوا السلعه باش خدمتوا اي حاجه كتدخلوها. واللي كي قلت لكم الا كانت الكميه كثيره راه كتنقصوا بطبيعه الحال واحد شويه، كانت الكميه قليله راه كتخليو واحد الثمن اللي هو محدد. كي قلت لكم انا هذا كنخرجوا ب4 ديال الدراهم، يعني ثمن اللي هو مناسب. وكي قلت لكم الا كان شويه الكميه كثيره فراه بطبيعه الحال كيكون الربح مزيان الحمد لله، واخا تمره، ولكن الحمد لله والشكر لله. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من لي لايك وواحد البصيمه. شكرا لكم على حسن المتابعه.